السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات دوتي. هعمل معاكم النهاردة بإذن الله صينية بطاطس بالفراخ، بس جميلة جدا هتعجبكم بإذن الله. اول حاجة ببدأ بيها تسوية الفراخ. معايا فلفل اسمر، كبابة صيني، ورق لوري، حبهان، والملح. هضيفهم كده على الفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ مغسولة كويس جدا ومتنضفة. نزلت كده بالتوابل وقلبتهم. بعدين هنزل معايا بصلاية وطماطماية واحدة بس، مقطعهم كده، وهقلبهم كده مع بعض واحطهم على نار هاديه. بسيبهم يستووا على نار هاديه جدا، واقفل عليهم واسيبهم مع نفسهم بقى، مش بضيف اي حاجه تاني خالص. تعالوا بقى نشوف الصلصه بتاعه الطماطم اللي احنا بتاعه البطاطس اللي احنا هنعملها. انا معايا طماطم مقطعه عشان هفرمها في الخلاط، ومعايا قرن فلفل رومي، ونص شطيطه، وثلاث فصوص توم، ومكعب مرقه. دول بقى اللي هيتفرموا في الخلاط. هفرمهم بقى واقول لكم هنعمل ايه. كده بقى انا ضربت الطماطم والفلفل وكده والثوم زي ما انتوا شفتوا المرقه. انا معايا بقى طبعا بطاطس مقطعه شرايح، وبصل، وفلفل رومي. وبكده بقى انا معايا معلقه سمنه كبيره هضيفها على البطاطس. وبعد ما اضيفها على البطاطس هحط البصل. وطبعا بقى الطماطم بتاعتنا فيها كل المكونات من عدد التوابل لسه هنحطها بس مش دلوقتي. هحط البصل كده اوزعه في الصينيه، وبعدين هنزل بالصلصه. كده خلاص انا وزعت البصل. هنزل بقى بعصير الطماطم اللي انا ضاربه معاه الفلفل وكل حاجه، يعني المرقه والثوم. انا حطيت ملح، وحطيت من السبع بهارات. واحط معلقه فلفل اسمر بس صغيره. معلقه السبع بهارات معلقه كبيره، والملح طبعا حسب الرغبه. هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعي. هدوم تقليبه حلوه كده مع بعض بقى، وبعدين انزل احط الفلفل. عايزه اقول لكم صينيه البطاطس دي طلعت بجد بجد روعه. ما شاء الله طلعت جميله جدا. وعلى فكره انا مش بسويها في فرن البوتاجاز، انا بسويها على العين، وبعدين بديها في الاخر وش. يعني بدخلها تحت الشوايه تاخد وش، امال مش بسويها في الفرن جوه. كده انا ضفت شويه ميه صغيرين كده مكان الطماطم عشان البطاطس تستوي. مش كتير، كوبايه ميه بس من بتاعه الشاي، مج يعني. هوزع بقى الفلفل كده على الوش، وبعدين ايه احطها على العين بقى تستوي. هتاكلوا باذن الله احلى صينيه بطاطس. وبكده بقى هوزع على الوش برضو. بعد ما حطيت الفلفل الرومي هحط شويه شطيطه كده، قرن فلفل شطيطه كده مقطعاه شرايح، بتديها طعم جميل جدا. كده خلاص بقى الصينيه بتاعتنا جاهزه، هحطها بقى على النار تستوي. كده بقى اسيبها تستوي كده مع نفسها. وابدا بقى اعمل معاكم الرز بشعريه. ما هي صينيه البطاطس بالفراخ تبقى محتاجه الرز بشعريه جنبها، بتبقى جميله جدا. انا بقى معايا الحله بتاعتي، حطيت فيها معلقه سمنه كبيره. هسيبها بقى تسخن كويس جدا، وبعدين انزل بالشعريه. وطبعا بتبقي مسخنه ميه عشان تسقي الرز بيه، ميه تكون سخنه جدا عشان الرز بتاعك يطلع مفلفل وحلو. انا اقلب الشعريه بتاعتي بقى لحد ما تحمر، وبعدين اضيف الرز اديله تشويحه معاها، وبعدين نزوده ميه ونسيبه يستوي بقى مع نفسه. كده بقى الشعريه بتاعتي بقى لونها ذهبي وجميل. ما بحبش اغمقها قوي، بحب يكون لونها ذهبي كده فاتح. اللي بيحب يغمق الشعريه عادي بقى يكمل تحمير فيها شويه. انا بحب اديها تشويحه عشان الرز يبقى معايا مفلفل وحلو.
خلاص كده بقى هزود المية بتاعتي، اتشوحت كويس جدا. شايفين اول ما بتزودي المية السخنة بيغلي معاكي على طول. طبعا حطيت الملح بتاعي بقى، هديله بقى تقليبه وبعدين اهدي على الرز واسيبه يستوي بقى مع البخار كده. وتعالوا بقى نشوف الفراخ استوت ولا ايه. انا بقلب الفراخ على الناحيتين، يعني اول مره كنت حطها على كنت طبعا حطها على وشها، فانت بقى بتقلبيها وش وظهر، يعني ايه بتسيبها شويه على الوش وبعدين شويه على الظهر عشان تكون مستويه تماما من ناحيتين، ما يبقاش في ناحيه مستويه وناحيه لا. وبكده هي خلاص الفراخ بتاعتي كده استوت تماما. شايفين ما شاء الله الشوربه دي البهاريز بتاعتها بقى بتزوديها ميه عشان لو انت عايزه تعملي بالشوربه حاجه. يعني دي اللي طالعه من الفراخ، عشان انا طبعا ما بحطش ميه، هي بتنزل ميتها، فدي بتبقى سمينه قوي، فانت بتزوديها ميه بقى عشان لو عايزه تعملي تستخدمي الشوربه في اي حاجه. شايفين ما شاء الله، شايفين لون الشوربه؟ عايزه اقول لكم لون وطعم جميله جدا. انا ما بستغناش عن الطريقه دي في الفراخ، يعني على طول ماشيه على الطريقه دي مش بغيرها خالص. ما شاء الله كده البطاطس بتاعتي استوت تماما. هحط بقى الفراخ كده هوزعها على الوش، تاخد غلوة واحدة مع البطاطس وبعدين احطهم تحت الشواية بقى ياخدوا لون. وبكده بتبقى البطاطس بتاعتنا خلصت تماما. عايزة اقول لكم ما شاء الله كان طعمها حلو جدا وجميلة. انا عموما مش بحب لما انا اعمل صينية البطاطس بالفراخ احط الفراخ نية مع البطاطس، انا بحب اسوي الفراخ الاول وبعدين اضيفها على البطاطس. كده بقى بشيل شويه من الصلصه بتاعت البطاطس احطها على الفراخ تاخد طعم منها ولون. عايزه اقول لكم ما شاء الله والله كأنها مستويه اصلا من الاول معايا. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها عامله ايه. شايفين ما شاء الله كده اما طلعت خدت وش تحت الشوايه، ده الشكل النهائي بتاعها. عايزه اقول لكم ما شاء الله حلوه جدا. يا رب تكون طريقتي عجبتكم. وكده بقى الشكل النهائي، الرز بتاعنا استوى بقى جاهز والفراخ والبطاطس. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون كده خفيف على قلوبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا دمتم سالمين حبايبي.